إيمانويل ماكرون حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يأتي ضمن السيادة المغربية. فيما يتعلق بالصحراء الغربية، ففي هذا المجال أنا أردت باسم فرنسا أن أوضح رؤيتي من خلال إرسال رسالة إلى الملك محمد السادس في 30 من تموز يوليو الماضي، وأنا أؤكد على ذلك أمامكم. بالنسبة لفرنسا، أن حاضر ومستقبل هذه الأراضي تأتي في إطار السيادة المغربية. موقف واضح وصريح، موقف واضح وضوح الشمس. فرنسا اليوم تعترف عن طريق لسان رئيسها إيمانويل ماكرون من البرلمان المغربي أن فرنسا تعترف بأن الأراضي أو الأقاليم الجنوبية أو الصحراء المغربية تندرج ضمن السيادة المغربية. كمل السي ماكرون. التي تحت السيادة المغربية هو الإطار لحل هذه المسألة، وخطة الحكم الذاتي لعام 2016 هي الحل الوحيد لهذا النزاع وفقا لمفاوضات الأمم المتحدة. نعم، في إطار تاريخ احترام هذا الموقف هو الموقف الذي ستسعى فرنسا لتنفيذه، والذي ستقف فرنسا إلى جانب المغرب في المحافل الدولية. وقال أن الحل الوحيد لهذا النزاع هو مخطط الحكم الذاتي اللي جاب المغرب في 2007. يعني فرنسا خرجت من المنطقة الرمادية وأصبح موقفها موقف واضح. راحنا ما كنصفقوش لماكرون، حنا ما كنصفقوش لكلام ماكرون، حنا كنصفقوا للدبلوماسية المغربية كيف استطاعت إخراج هذا الاعتراف اللفظي والشفوي والواضح من إيمانويل ماكرون. إيمانويل ماكرون أكد بعظمة لسانه أن الحل الوحيد لهذا النزاع هو المخطط الحكم الذاتي. كمل السي ماكرون. وأقولها هنا بأن هذا الموقف ليس في عداء لأي شخص. هذا الأمر يسمح بفتح صفحة جديدة من أجل التعاون الإقليمي في المتوسط مع بلدان المجاورة للمغرب ومع الاتحاد الأوروبي. وأريد هنا بكثير من القوة المشغلون الفرنسيون والشركاء الفرنسيون سيواكبون تطوير هذه الأراضي من خلال الاستثمارات. ماكرون عارف شي ناس غادي يجيهم السعار، عارف شي ناس غادي يتصابوا بالجنون. قال يجب احترام هذا الموقف، أي موقف فرنسا في قضية الصحراء، وفرنسا اتخذت هذا القرار لأنه في صالح المنطقة الإفريقية وبحر الأبيض المتوسط. قال فرنسا سوف تسعى لتنفيذ هذا الاعتراف، وسوف تقف مع المغرب في المحافل الدولية، أي في هيئة الأمم المتحدة أو في اللجنة الرابعة أو في أي محفل عالمي اللي الجزائر كتحط فيه الملايير باش أنها تستدرج بعض المواقف ديال الدول. وحنا كنعرفوا أن فرنسا هي عضو دائم في مجلس الأمن. اليوم عندك أمريكا وفرنسا. انتهت اللعبة وقضي الأمر على النظام الجزائري أن يركز في شأنه الداخلي وأن ينعش اقتصاده أو يضيع الفلوس ديالو في هذا الصراع لدام 50 سنة. بركة 50 سنة فرنسا تدق المسمار الأخير في نعش هذا الصراع الذي استرزق منه النظام الجزائري. الشركات الفرنسية سوف تواكب هذا التطور في الأقاليم الجنوبية عن طريق الاستثمارات. صراحة اعتراف ماشي غير صريح، اعتراف صريح وبآليات اقتصادية وتنموية. كما انتقل المغرب من صراع في هذا الصراع من الهضرة إلى تنمية الأقاليم الجنوبية والاستثمار فيها. إيمانويل ماكرون يؤكد على أن فرنسا سوف تستثمر في هذه المناطق الأقاليم الجنوبية. إذن انتهى الأمر، قضي الأمر، انتهت اللعبة، سميها ما شئت. إيمانويل ماكرون يخرج من جحره. فرنسا اللي كانت تبتز المغرب بهذا الصراع، ها هو إيمانويل ماكرون
من قبة البرلمان المغربي وأمام العالم يعلن اعترافه بالصحراء المغربية، ويؤكد على أن هذه الصحراء وهذه الأراضي هي أراضي مغربية. أنا لا أطبل لفرنسا ولا أطبل لماكرون، أنا أطبل للدبلوماسية المغربية وأطبل للسياسة الخارجية المغربية، وعلى رأسها الملك محمد السادس شفاه الله، وزائد بوريطة، وزائد المغاربة اللي خادمين على هذا الملف بالضغط والسكات. هذه هي الحقيقة، هذا هو الواقع. انتهى هذا الملف، فدابا أتمنى صادقا من المغرب أن ينهي هذا الصراع وأن يطوي هذه الصفحة ونركز على أمور أخرى، حيث حنا دائما كنقولوها، فحنا نناقش الملفات المغربية ملف بملف. هذا الملف انتهى، دابا غادي ندوزو لملفات أخرى أكثر تعقيدا وأكثر حزما. الدبلوماسية المغربية اليوم أصبحت تتعامل مع الخصوم ومع الحلفاء بسياسة رابح رابح. ما عندناش مشكل مع فرنسا، ما عندناش مشكل مع إيران، ما عندنا مشكل مع حتى شي واحد، عندنا مشكل مع اللي يعادل الوحدة الترابية المغربية. إيران إذا اعترضت بالصحراء المغربية فسوف نتفق معها. ما عندناش حنا عدو دائم وما عندناش صديق دائم. هذه هي السياسة المغربية، ورابح رابح، والمصلحة هي أهم شيء في السياسة. قولوا لنا رأيكم في هذا الخطاب التاريخي وهذه الزيارة التاريخية والاستثنائية. ما بغيتش نهضر على اتفاقيات 22 اتفاقية اللي تسنات، فهذاك غادي نخصصوا له مواضيع. اما اليوم هذا الفيديو فهو ديال الصحراء المغربية. احب من احب وكره من كره. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.